حبايب قلبي، أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير. لو عندك شوية عسل وشوية سوداني وشوية سمسم هنعمل وصفة اليومين دول هم وقتها. اللي مش هيعمل الوصفة اليومين دول فاتوا حاجات كتير. الوصفة دي قنبلة من الطاقة. لو انت سقعانة عليكي سندوتش من الوصفة دي، لو انت رفيعة وعايزة تتخني عليكي بسندوتش من الوصفة دي، لو انت عندك انيميا وعايز تخف منها عليك بسندوتشين 3 من الوصفة دي. النهاردة مع بعض هنعمل الحلبة المعقودة او المفتقة. طبعا كلنا عارفين ايه هي الحلبة وايه فوائد الحلبة، وفي مقولة كانت بتقول لو علمتم ما في الحلبة لاشتريتم بثمنها ذهب. فما بالك بقى، دي مش حلبة بس، دي حلبة وسمسم وسوداني، يعني حاجة تخلي الحرارة تطلع من وداني. النهارده هنعملها مع بعض بشويه خطوات. لو انت اتبعتي الخطوات وعملتيها بالطريقه بتاعتي لا هتسكر منك وقوامها هيبقى مظبوط، وكمان عمرها ما هتمرر منك. في الشكل اللي قدامنا كانت الحلبه لسه دافيه، عشان كده هي باينه انها سايله شويه. بمجرد انها بتبرد بنفس الخطوات وبنفس المقادير هتطلع معاكي مظبوطه جدا. طب ما يلا نصلي على الرسول ونشوف هنعملها ازاي على طول. والمقادير زي ما قدامكم بسيطة جدا. أنا هستخدم 2 كيلو عسل أسود، يا ريت يكون عسل أسود من مكان مضمون، ومعايا نص كوباية سمسم حوالي 100 جرام، وربع كيلو سوداني متحمص، ومعلقتين كبار حلبة مطحونة، و3 معالق كبار دقيق، ونص كوباية زيت. هي دي كل المقادير. والوصفه بتاعتنا كلها هتتعمل على النار. معايا حلتي على النار، يا ريت الحله يكون مقاسها مناسب للكميه اللي انت هتعمليها. انت ممكن تضاعفي الكميه زي ما انت عايزه. هنزل في الحله اللي حطيتها على النار بنص كوبايه الزيت اللي هي 100 جرام، ومعايا هنا ربع كيلو سوداني. الحمد لله السوداني ده لقيته عندي في التلاجة من رمضان اللي فات. هنزل بالسوداني ده احمصه شويه، هو متحمص بس انا عايزه اديله تحميصه واخلي الزيت ياخد من طعم السوداني. ايديكي كده تقليب على السريع. ما تنسيش ان السوداني ده اصلا متحمص، انا عايزه اديله بس تكه علشان ما يطراش مني لما احطه في الحلبه. افضلي قلبي كده في السوداني لحد ما لونه كده يتغير. شايفين الاول كان لونه ابيض، دلوقتي ابتدى لونه يصفر. بسرعه بسرعه اول ما تلاقيه لونه اتغير بتصفيه كده وبتطلعيه من الزيت. كده السوداني ضمنته انه اتحمص ومش هيطرى مني، وكمان الزيت اخد من ريحه السوداني. بايدك بقى سريعه بسرعه ترفعيه علشان ما يلونش اكتر من كده. بمجرد ان انا بقى اطلع بالسوداني كله، انا محضره نص كوبايه السمسم هنزل بيها على طول. وبرده السمسم ده سمسم احمر. انا بقى هلفه كده مرتين 3 في الزيت لحد بس ما يتحمص شويه. ما تقرصيش على الحاجه قوي عشان ما تمررش منك. ايديكي كده تقليب على السريع، دقيقه كده تقليب للسمسم على النار. مجرد ان السمسم كده احس انه خلاص اتحمص هنزل ب3 معالق مش مليانين دقيق. شايفين المعلقه مش هرميه قوي، 3 معالق على 2 كيلو. الكيلو بياخد معلقه ونص دقيق، ومش هرميه مش مليانه قوي. المقدار ده يا جماعه مظبوط جدا، بيطلع لك قوام رائع. تعرفي تطلعي كده الحلبه من البرطمان بكل سهوله. حمري بقى الدقيق، ايدك كده في الدقيق على طول كانك بتعملي بشاميل. حمري لأول ما تروح كده ريحه الدقيق تنزلي بالعسل، انزلي بيه شويه شويه ووطي النار عشان ما يفرش منك. بسم الله ما شاء الله، العسل تقيل وقوامه جميل. نزلت بيه على طول على السمسم والدقيق اللي انا حمرته. من اللحظه دي ايديكي بقى في الحله على طول. افضلي قلبي باستمرار لحد ما انا عايزه العسل يسخن، مش عايزاه يغلي، انا عايزه بس انه سخن وابتدى يدخن كده قبل ما يغلي، قبل ما يوصل لمرحله الغليان. ايديكي باستمرار لان انت كده خلاص العسل قوامه بيتقل، مش عايزاه يتلسع ولا يتحروق من تحت. اول ما احس كده ان العسل سخن، وزي ما اقول لك كل شويه كده لو انت هتسيبيه على النار كل شويه تقلبي. معايا بقى معلقتين مليانين حلبه مطحونه، ما تزوديش اكتر من معلقتين لل2 كيلو، يعني الكيلو هياخد معلقه حلبه مطحونه. قلبي بقى على طول لحد ما الحلبه تختفي تماما في العسل. زي ما قلت لك الوصفه دي كلها على البوتاجاز، وعايزه ايدك كده على طول شغاله فيها بالشكل اللي انت شايفاه ده. الحلبه دابت، بقلب على طول. مجرد كده ما بتبتدي تغلي هوطي عليها النار واسيبها 5 دقايق كده على النار هاديه. ما تغليش الحلبه كتير علشان ما تمررش منك. شايفين؟ وايدي فيها كل شويه عشان مش عايزه اي حاجه تتلسع فيها من تحت.
وبعد ما احس ان الحلبة غلت كده غلوتين 3، التكه بقى اللي ما تخليش الحلبة تسكر منك لو قعدت عندك فترة طويلة، ربع معلقة ملح ليمون، وممكن تعصري عصرة ليمون بس الملح الليمون احسن. قلبي كده لحد تتأكدي ان الملح الليمون اختلط في كل الخليط كده، تبقى الحلبة بتاعتنا خلصت، غلت خلاص غلوتين 3، اطفي النار. واخر حاجة بحطها السمسم السوداني اللي انا حمصته، انا عايزاه كده لحد اخر معلقة من الحلبة يكون مقرمش. حطي كمية السوداني، قلبي كده تقليبه واحنا مطفيين النار خلاص، وهنسيبها بقى لحد ما تهدى. اكون انا حضرت البرطمانات اللي هعبي فيها الحلبة. خليكي كده بقى شاطرة وناصحة، اول ما الحلبة تبقى دافية تعبيها في البرطمانات، لانها لو تقلت منك في الحلة هيبقى بصعب ان انت تعبيها. طب افرضي سبتيها وبردت، ممكن ترجعيها على النار تدفى تاني وتسيح، ترجعي بقى تعبيها. البرطمانات بتاعتي انا غسلاها وحطها في الفرن منشفاها، عامله لها عملية تعقيم. في حاجة كمان اقول لكم قبل ما اسيبها تبرد، عايزة اتأكد انها وصلت للقوام المطلوب. بالمعلقة بتاعتك تاخدي كده وتعملي خط، لو الخط ده فضل منفصل كده يبقى هي استوت خلاص، لو الخط ده لحم على بعضه تاني يبقى محتاجة شوية على النار كمان. يبقى انت بتعملي الاختبار ده علشان تعرفي وصلت للقوام المظبوط ولا لا. لو الخط بتعملي كده بصبعك بخط في المعلقة، لو الخط ده ما لحمش يبقى كده القوام مظبوط، لو لحم ورجع على بعضه يبقى محتاجة شوية على النار. ادي البرطمانات اللي انا بقى سخنتها وعقمتها، عبي فيها الحلبة. ال2 كيلو دول هيعملوا لك تقريبا 3 برطمانات بالشكل ده، وده كمية حطيتها كده عشان تشوفوها في الطبق. شايفين الجمال والحلاوة؟ امسحي بقى البرطمانات لو في حاجة كده نزلت عليه من بره والبرطمان دافي، علشان يبقى من السهل انه ينضف معاكي. نضفي كده وامسحي الحروف بتاعتها علشان ما تعملكيش اي حاجة عليها. شايفين بقى قوام الحلبة؟ انا عايزه اقول لكم الحلبة هنا لسه دافية. سيبيها بقى لما تبرد وشوفي جمالها وجمال سمكها، تقدري تحشي اي ساندوتش وتطلعيها كده من البرطمان بكل سهولة. كمية السمسم والسوداني ولا اروع. وبنص ب2 كيلو عسل اسود عملت برطمانين، والشوية اللي في الطبق والشوية اللي فاضلين في الحلة يعملوا لي برطمان ثالث بالشكل ده. تخيلي بقى انتي سقعانة وعندك قنبلة الطاقة اللي عندك في البيت دي، اي ساندوتش كده فينو، يا سلام بحلاوتها بالعيش الفينو، كلي بقى كده وتدفي، ونقول هنا الله 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 يا سلام. عايزين ايه احلى من كده في الساعة اللي احنا فيها دي؟ دايما انصحك يا جماعة، انصحك انك تعملي الحلبة دي، احنا بنعملها على الاقل مرة في السنة. وزي ما قلت قبل كده، عايزة تدفي كلي حلبة، عايزة تتخني كلي حلبة، عايزة عندك أنيميا وعايزة تخفي من الأنيميا كلي حلبة. سوداني وحلبة وسمسم، يعني كم كبير من الفيتامينات والفوائد. ودي كانت وصفتنا النهاردة، أتمنى أن انتوا تجربوها. سبسكرايب وشير ولايك، وتابعوني مع سماسم في